كيف ايماجيني عندي هشام كوك تجي تاكل بيتزا تلقى شعرها هكذا، اسكو انت تجيك نورمال؟ راك مامن باللي تقولي ما كاش منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد كيف ذهب هذا الشاب الجزائري إلى مطعم هشام كوك وصدم بما وجده في البيتزا التي تم تقديمها له. هذه الفضيحة قد تسبب خسائر كبيرة للمطعم. لنشاهد الفيديو. رحت للقبه حبيت ناكل بيتزا، قلت والله غير نروح نسيه، جامي كليت عنده. دخلت نورمال، درت الصمام تاعي نورمال، الناس تشكر فيه بيتزا تاعو بيتزا تاعو. روح ندوقوها نشوفوا كيش دايره. جابوا لي الميني، ريحت راني نشوف. حاجه الاولى لي بري غاليين، قلت له اسكو نقدر نكموندي بيتزا نص فيوند نص بولي؟ قال لي لا، لازم تكموندي كلش على ضربه، وحده فوق وحده. اوكي، هذه بيتزا طاحت لي 130,000. قلت روح نشوفوا لاباط تاعو. الحاجه الاولى ما تجيش شغل منفخه كيما فور دو بوا تاع الصح. اني ناكل درب طروا طرونش، الفرماج عجبني الله يبارك، لاباط ما درنا والو. اني نشوف عفسه نورمال، اني نزيد نتاكد لا هي ولا ماشي هي، حتى نلقى شعره. قلت بالك انا صغيره. رحت نخلط فيها حتى بديت نجبدها. كيفاش هذا؟ تا داير بيبليسيتي. شعرها هادي منين جات؟ انا هنا خاوتي صدقوني غير تكوبات لي لابيتي، خليتها كيما راهي. هاي ليك بقى واحد 3 ولا. رحت نخلص، جاتني 190,000 بالجي. صافي تقدر 200,000 خويا، نقدر نروح نفطر عند كريم في القبه، نضرب فيها دورات بالكالامار وحمود